السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر محمد عثمان، والنهارده جايين عشان نراجع منهج ثالثة ثانوي. جاي لك في سلسلة محاضرات راجع معاك المنهج كله، فعايزك كده يا باشا تقعد وتركز معايا وورقة وقلم ونسجل كل حاجة، واللي انت مش عارفه او اللي انت ما فهمتوش قول لي عيد تاني وانا هحس بيك وهعيد لك. فركز معايا، يلا نبدأ. بسم الله. الوحدة الأولى عندي كانت بتتكلم عن ليه سبور. ليه سبور طبعا الرياضة. الرياضة كان عندك 3 أفعال مهمين جدا 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 جدا. ال3 أفعال دولت كان أولهم فيرب فير وفيرب جوي، وآخر واحد كان اسمه براتيكي. فير وجوي وبراتيكي، 3 أفعال: فير جوي براتيكي. هنعمل لهم شفرة كده مع بعض كده ما بيننا وما بين بعض، وبعد كده هفهمك القاعدة. بص يا سيدي، انت هتكتب لي ان فيرب فير دهات تجزئة، والاتنين بالته، دهات تجزئة. وفيرب جوي هتعرف لي ان هو أهات. ايوه يا حبيبي، هات. فير دهات وجوي أهات. فير دهات وجوي أهات. هفهمك الشفرة دي. وبراتيكي وإيمي وبريفيري وأدوني وديتستي لوهات. يلا نفهم مع بعض قصدي ايه في اللي انا بقوله ده. بص يا حبيبي، انا عندي فيرب جوي بمعنى يلعب. جوي بياخد أهات، جو بتاخد ايه؟ الجو بتبقى ايه؟ يو للمذكر، وآلا للمؤنث، وآي للأبوستروف للمتحرك، والإي وإكس للجمع. الجو لما يجي لك قبل النقط في السؤال فيرب جو اللي هو فيرب جوي، خد الأول آلا. الجهات أهات. أما الفير دهات. الجهات أهات والفير دهات. الجهات أهات والفير دهات. طب تعالى كده، الجو تاخد الأول الله ولا بوستروف الإي وإكس، اللي هي جو تاخد الإي يو للمذكر والله للمؤنث ولا بوستروف للمتحرك والإي وإكس للجمع. طب إمتى بستخدم بس يا حموكشة؟ لما يكون عندك الاسم مسبوق بأداة. إذا سبق الاسم بأداة تاخد بس حرف الجر بس. الاكزامبل اهو، انا عندي هنا بيقول لك جو فيديو، العاب الفيديو، خد لها يوكس الجمع. اما لما جه قال لك دي اي اس قبلها، الجو اهي خدت قبلها دي اي اس، فرحت واخد بس. انت بتستخدم تاني، انت بتستخدم اذا سبق الاسم باداه، وهنشوف ده بامثله. يبقى اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان فيرب الجو بياخد اللي هي أهات، الله لا بصوا في يو اكس. طيب، ولا يتأثر بالنفي. استنى اما نكتبها عشان مهم، والنبي مهم. الجو ده اهو لا يتأثر بالنفي. ركز كده يا حموكشة الجيل. فيرب جوي لا يتأثر بالنفي. يعني ايه لا يتأثر بالنفي؟ يعني الأداة بتاعته ثابتة. الجو بتاخد ايه؟ ايوه، الجو بتبقى طيب، يبقى جو بتاخد الاي يو والطلاق. احفظ جو. بص طول ما انت ماشي كده، جو والجمع باخد له اي او اكس، ما عدا كلمه واحده النبي ما تنساها، اسمها بيتونك، كانت الكره الحديديه بتاخد الجو، ما عدا بيتونك بتاخد المهم، يبقى احنا قلنا الجو بتاخد اي يو اللي هي الاول ولا بصوا في او اكس. تاني فعل عندنا فيرب فير، وفير ده يا عزيزي بمعنى يمارس. فير دهات، هات. فير دهات، فير بياخد دو. فير تجزئة دي وضلاد والابوستروف دي. في الجو بتبقى والفير بتبقى دو. يا بلد، الجو بتبقى والفير بتبقى دو. فير دهات دي وضلاد والابوستروف دي اس، وخلي بالك تتأثر بالنفي. تتأثر بالايه؟ بالنفي. يعني ايه بتتأثر بالنفي؟ يعني في بادو
دي ودي ابوستروف وتتاثر بالكميه. في بادو عند النفي تحول اداه النكره والتجزئه للدو ما عدا في حاله وجود فعل ات. وايميو بريفيري ادوات المعرفه بتاخد لولا ليه؟ يبقى انا دلوقتي قلت ان فير دوهات ديو دولا وتتاثر بالنفي والكميه. تتاثر بالنفي والايه؟ والكميه، يعني بكودو بودو اصيدو وكل حاجه فيها دو عادي. يبقى فير بياخد دوهات اللي هي ديو دولا ودول ابوستروف ودي اس وبتاثر بالنفي. بص 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 جو في دي فوت. بصيت عندي فير بياخد دوهات اللي هي ديو دولا كره القدم مذكر فخدت ديو. اما الجمله اللي تحتها بص بص جون في با دو با في بادو. قلت انا كده معاه في بادو. لا تاني في بادو. فعل فين بيتأثر. يعني ايه بيتأثر؟ يعني لما يجي بعده باخد الدقيق. يبقى الجهات وهات ولا تتأثر والفعل دوهات ويعني بيتأثر. الفعل بياخد دو دي يو دولا ودو اللي ابوستروف ودي اس. نكمل بقى. عندك يا عزيزي هنا فيرب ايمي وادوري وبريفيري وديتستي والباشا بتاعنا الغالي براتيكي. براتيكي لولالي معرفه. لما تيجي انت تقول حتى بالعربي يا اخي تقول انا امارس الكوره الف ولام لو فيرب براتيكي لو لا لي اللي مذكر والله مؤنث والله بص متحرك واللي اس جمع. يبقى الجهات وهات فير دوهات وبيتاثر. اما ايمي وبريفيري وادرودو ديستو وبراتيكي بياخدوا لولا دي ولا يتاثروا بالنفي. ما بيتحولوش في النفي. يعني ايه ما بيتحولوش في النفي؟ يعني اللي والله واللي ثابته ما بتاثرش بحاجه. اللي بيتاثر هو فعل فير في ولما يكون منفي ده لو ما اتنفاش ما بيتاثرش. يبقى في بادو جو واناي اكس وميو بريفيريو وادوريو وبراتيكي بياخد لغات اللي هي لولا دي. فير دوهات وجوي وهات وميو بريفيريو وادوريو دي ديستي وبراتيكي لولا دي. انت فاهم يا ابني؟ انت فاهم حاجه؟ انت فير دوهات وجوي وهات وبراتيكي لولاري. دوهات نعملها اغنيه. دوهات وهات لوهات. دوهات وهات لوهات. بص وانت بتذاكر الوحده الاولى امسك الكشكول بتاعك كده الميس عليه دوهات وهات لوهات. دوهات وهات لوهات. دوهات وهات لوهات. يعني ايه دوهات؟ يعني تجزئه. يعني ديو دولار دولار بص دي اس. الجوي الجو والمصحف سهله. الجو بتبقى الله والله بص في اكس. اما براتيكي لولا دي واللي بيتاثر فعل ايه؟ فعل فير. المهم ننقل على اللي بعده. اللي بيتاثر فعل ايه؟ فير. في باد والله العظيم ان غلطت فعل اجيبك. في بادو فعل فير اتنفى حط دي ايه. اما الجو ما بتتاثرش لان الاداه بتاعتها مدغمه. وايمي وبراتيكي اللي بياخدوا المعرفه ما بيتاثرش. اللي بيتاثر بالنفي هو فعل فير. فير هو اللي بيتاثر بالنفي. انا مش عايزك اعيد كتير. فير بيتاثر بالنفي والكميه. كل ما يتاثر بالنفي يتاثر بالكميه. طيب تعالى بقى كده يا حبيبي شويه ملحوظات نشوفها كده مع بعض. يا سلام يا سلام على الخطه بتاعتنا. ده الدرس الاول. فير دوهات جوي وهات وبراتيكي وايميل وهات. ده بيتاثر يعني في لما يجي بعده با بنحول ادوات التجزئه للدو اللي هي دي اي ودي ابوستروف. اما جوي وبراتيكي ما بيتاثروش. خدوا مناعه يا اخي. فيرب براتيكي وايمي وجوي لا يتاثروا بالنفي لان الاداه هنا مدغمه والاداه هنا معرفه. هو انا حاسس ان انا متعصب وانا متعصب. انا متعصب يا ابني. انت فاهم انا بقول ايه؟ طب انتوا فاهمين حاجه؟ المهم يعني اللي ما فهمش طول السنه يجي يفهم دلوقتي. يلا الله المستعان. نكمل.
هنا في ملحوظه بيقول لك سو جوي. سو جوي دي معناها تلعب او تمارس. سو جوي افيك زي الاسم رياضه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو فوت سو جو افيك ان بالو، بتتلعب بكوره. خلي بالك ان بالو دي ليها كوره كبيره، اما الكلمه الثانيه اسمها بال، كوره صغيره. بالو كبيره بتاع كره القدم، بتاع الباسكت اللي هي الكوره المنفوخه الكبيره دي. اما بال اللي هي كوره صغيره، كوره تنس، كوره مش عارف ايه، الكرات الصغيره دي. طيب سو جوي افيك وسو براتيكي افيك، اما مع اجزاء الجسم بتاخد الاولى. بص بقى عشان تبقى عارف، لا مش هغني. بص بقى عشان تبقى عارف، بص يا سيدي، بيقول لك كل الالعاب التي تنتهي بالاو، الاو اللي هي الاي بالانجلش اسمها او. كل الالعاب التي تنتهي بالاو مؤنث ما عدا الكاراتيه مذكر، سيكليزم مذكر. انا كده همسك فيكم على فكره بسبب التصوير ده اللي بتاع دي فصلت ل 15 مره دلوقتي اللي ضاع وانا وشي بيضيع. المهم الكاراتيه مذكر، والسيكليزم مذكر، والدلتا بلا مذكر، والباتيناج اخرها او بس مذكر، ولو باراشوتيزم اخرها او بس مذكر، والفي تي مذكر. مذكر ازاي يا عم؟ اقول لك انا يا سيدي. انا عندي هنا بص معايا، اي كلمه فيها حرف الكيف منهجك في المنهج بتاعك مذكر ما عدا كلمه واحده، الباسكت الجمع هي اللي جمع مؤنث اللي هي كان معناها كوتشي. تمام؟ تاني كده، اي كلمه فيها حرف الكي مذكر في المنهج بتاعك ما عدا كلمه باسكت اللي فيها اس جمع مؤنث معناها كوتشي جزمه، يبقى الباسكت جمع مؤنث. الكاراتيه فيها حرف الكي مذكر، والسكي فيها حرف الكي مذكر، واحنا قلنا 5600 مره الكلمه اللي اخرها اج مذكر ما عدا كام كلمه، بلاج وباج وكاج ومش عارف ايه. الكلمه اللي اخرها اج مذكر، واللي اخرها ازيم مذكر، واللي اخرها بلان مذكر. عايز تحفظهم احفظهم وريحنا. الكلمه اللي اخرها اج مذكر، والكلمه اللي اخرها ايزم مذكر اللي هي اي اس ام اي، وبلان مذكر. الملحوظه الثانيه بيقول لك فيرب جوي ياتي مع الالعاب الفكريه. مين؟ الالعاب التي تلعب باداه. فيرب جوي معناه يلعب، وفيرب فير بمعنى يلعب او يمارس. الفرق ما بين جوي الجوهات وهات عارف، والفير دوهات دي خلاص خلصنا. الجوهات وهات والفير دوهات احنا كده خلصناها خلاص اهو. يا حبيبي الجوهات بتاخد ايه؟ وهات، والفير دوهات. حلو. وفير فير عيل ابن ناس كده بيتأثر. فير يا عيني لسه اول تجربه ليه وماشي يقول لك وهي تجربه وخساره بس قريبه، بيتأثر. فير ابن ناس لسه بيتأثر. اما جوي وبراتيكي خلاص خدوا مناعه حصانه، الادوات بتاعتهم ما بتتأثرش. يبقى فير بتاخد دوهات وبتتأثر بالنفي والكميه. طيب المهم اللي انا عايز اقوله لك ان فيرب جوي وفيرب فير، الفرق ما بين فير يمارس او يلعب وجوي بمعنى يمارس او يلعب، ان فيرب فير بيستخدم مع كل الالعاب. يا عيني ماشي اي لعبه هوب ماشي. فير بيجي مع اي لعبه. بتقول جو في دو لا ناتاسيون انا بمارس السباحه، ايه المشكله؟ تقول جو في دي فوت انا بلعب كره قدم مفيش مانع. تقول جو في دو الاسكالاد انا بمارس الاسكالاد اسكالاد تسلق الجبال، ايه المشكله؟ اما فيرب جوي ده اهو، جو ده بما انه خلاص اتعلم تمام قال لك لا انا فيرب جوي انا هاجي مع الالعاب جوي مع الالعاب التي تحتاج لاداه فقط. يعني ايه يا عم؟ يعني فيرب جوي قال لك انا هاجي مع الالعاب اللي عايزه اداه، كوره، مضرب، ورق، دومنه، يبقى عايز حاجه فيها ادوات. يعني فيرب جوي تقول مثلا جوجو فوت انا بلعب كوره، الكوره عايزه اداه استخدمت معاها جوي عادي. يبقى فيرب جوي مختص بالالعاب التي تحتاج لاداه فقط. تقول مثلا انا هلعب باسكت، هو الباسكت مش عايز كوره؟ يبقى عايز اداه، يبقى ممكن استخدم معاه جوي عادي. تقول انا هلعب دومنه، تك ترك،
تمام. يبقى تستخدم فيرب جوي. يبقى فيرب جوي يستخدم مع الالعاب التي تحتاج لايه؟ لاداه. اما فيرب فير مع كل. بص يا سيدي، طيب الملحوظه اللي بعد كده بيقول لك الالعاب الاتيه مفرد مذكر ساكن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك الاون بال اللي هي الهاند بول، انا بتكلم انجليزي اهو. الاون بال القش اللي فيها هنا دي يعامل كحرف ساكن، يعني ياخد له، ياخد الدي، ياخد الاو على حسب الفعل. الجو والفير دي وبراتيكو ايميل وهات اللي هي اللو دي هتاخد له عشان مذكر. الاوكي اللي هي الهوكي او قش، القش هنا يعامل كساكن مش متحرك. الهوكي والهاندبول واليوجا يعامل كحرف ساكن. وفي كان في كلمه في الوحده الثانيه بما ان احنا بنراجع اسمها ياور الزبادي يعامل كحرف ساكن. يبقى 4 كلمات في المنهج يعاملوا كحرف ساكن. الهوكي اللي هي الاوكي والاون بال واللي هي الهاندبول واليوجا والياور يعاملوا كحرف ساكن. اول حرف فيهم ده يعتبر حرف ساكن. الملحوظه اللي بعد كده بيقول لك في حالة الحديث عن الأدوات مع الألعاب الرياضية بتستخدم إيه؟ الفو. الفو دي معناها يلزم. خلي بالك ازاي كده فين الفو معناها سواء يلزم. الفو خلي بالك من الفو والفي. الفي في اي تي فعل فيه ممارس، اما الفو يلزم. والثانيه اسمها افوار بزواندو، ده تعبير اسمه افوار بزواندو يحتاج الى، وكان السؤال عنها بدوكوا الى ماذا؟ دوكوا الى ماذا تحتاج؟ يبقى افوار بزواندو كان سؤالها دوكوا، ما تنساش افوار بزواندو عشان نتكلم عن الرياضه. اللي بعد كده يا حبيبي يقول لك في هنا ساسكت كثيرا وليس قليلا في حاله وجود فعلين. انهي الفعل الاساسي؟ الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني. دوزيام فيرب. اقول تاني، الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الفعل مش الفاعل. الفاعل في الاول، اما الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني. يا اخي يعني مثلا كده واحد متجوز 2، مين اللي بتلعب بشكل اساسي في الملعب؟ الثانيه. الفعل الثاني هو الفعل الاساسي. واحد لسه متجوز الثانيه وطالع مصيف، هياخد الاولى ولا الثانيه؟ هياخد الثانيه. الثانيه هي اللي تاخد الاداه اللي هي دي والضلال ايا يكن. فعلين في الجمله يبقى يا ابن الناس الفعلين لما يكون عندك فعلين، الفعل الاساسي والفعل ايه؟ الثاني. الفعل الثاني هو اللي هياخد الاداه. الفعل اقول الفعل الثاني هو الفعل الاساسي للجمله وياخد الاداه، وان الاول اتنفى الثاني ما بيتاثرش. يعني واحد متجوز 2 يا حبيبي، والثانيه طالعه مصيف. الاولى تعبت جالها دور برد، جالها شويه سخونيه، الثانيه تقول له انا مالي، انا عايز المصيف بيت، انا عايز الاداه. الفعل الاساسي للجمله والفعل ايه؟ الثاني هي طالعه المصيف. يبقى انا عندي هنا الجمله هي بيقول لي في حاله وجود فعلين، الفعل الاداء على حسب الفعل الثاني. عندي فيرب ايمي وحب وفيرب جويه، ده فعل اول. جيم جويه انا بحب العب، انا عندي فعل ايمي وعندي فيرب جويه. انهي الفعل الاساسي؟ الفعل الثاني. والجو بتبقى او. الجو بتبقى ايه؟ او جدع. اما هنا عندي جدار فير، انا عندي فعلين فيرب ادورو وفيرب فير. انهي الفعل الاساسي؟ الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني. انا عندي هنا فعل فير هياخد دوهات هيبقى ديو. انا مش عارف انا متعصب ليه بس انا عايز انجز. نكمل. انواع الكرات المستخدمه. يعني انا مش بص، البالون كره كبيره، البال حته بال صغيره، البالون كبيره عامله زي البالونه كبيره، اما البال كره صغيره. كلمه فولون اللي هي كره تنس ريشه ده اللي هو المهم. وبول دو فير اللي هي الكره الحديديه. الكره الحديديه ماشي، بيلي ماشي، يعني كله في اللي بعده. انت طبعا انت مش محتاج ان انا اقول لك الادوات والمعدات واقراها لك واضيع وقت. تبقى ما هو انت لو ما حفظتهاش يعني احفظها. مش هقول لك بقى على الله العوض من فيك يا اخي، لا هقول لك احفظها. مش عارف حكم اربيتر، طب الحكم بيعمل ايه؟ اكيد الحكم يعني مش هيسجل جول.
والاونترينير المدرب لعبه جماعيه، والمونيتور مدرب لعبه فرديه، وجوير لاعب. الكلمات دي المفروض احب تكون حافظها من اول السنه، تحفظها اصلا. هنضحك على بعض، اقعد بقى اضيع وقت في ان انا اقرا لك كلمه. عايزني اقرا لك ريفيير معناها بحر او نهر مش معناها بحر كمان. ملعب تنس اسمها كور، والمفروض اكمل اصلا اسمها كور دو تنس عشان اكمل. وبيست لا مونتاني سلام على المونتاني الجبل والبيتونك. المهم اللي انا هقوله هنا برضو يا شباب، اللي انا هتكلم فيه اصلا اللي هي انواع الرياضات، اللي هي رياضه تقليديه وخطيره وفرديه وجماعيه ومائيه وعنيفه. احنا كشباب او كرجاله او العنصر بتاعنا ده، احنا عارفين الرياضات كويس، عارفين يعني ايه رياضه جماعيه، عارفين يعني ايه رياضه فرديه، عارفين يعني ايه اما البنات بقى مش عارفين يا عيني، والله ما عارفين حاجه، والله على الله حكايتهم. يعني مثلا جه السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبل اللي فاتت في امتحان يقول لك في القطعه، يقول لك سباق الجري ان احنا بنجري مع بعض. معلش اعذروني بس عشان القراءه عندي بعافيه شويه. السباق الجري رياضه جماعيه ولا رياضه فرديه؟ من اشطر الناس قال لك رياضه فرديه. ليه هي رياضه جماعيه؟ ليه يا بنت الناس؟ ليه؟ قالت لك ما هو 50 واحد بيجروا مع بعض. يا نهار لا، الرياضة الجماعية اللي بيفوز فيها فريق كامل. كرة القدم اللي بياخد المركز ده الفريق. الرياضة الفردية اللي بيفوز فيها فرد شخص. هم 500 واحد بيجروا، اللي هيفوز بالمركز الأول مين؟ شخص واحد فرد، يبقى دي رياضة فردية. البوكس، طب ما 2 بيلعبوا بوكس، واحد بيخبط 2 بيلعبوا، هي رياضة جماعية؟ لا، رياضة فردية. ليه؟ لأن الفايز ايه؟ شخص. طول ما الفايز شخص فرديه، طول ما الفايز فريق جماعي. طبعا انت مش محتاج ان انا اقول لك بذكائك ان الرياضه اللي احنا قلنا جماعيه وفرديه. الخطيره اللي هي لو وقعت هتتكسر، لو وقعت هتموت يا خطيره، لو حصل لك حاجه هتروح في كوكب تاني ربنا يتولاك بقى، دي معناها رياضه خطيره. زي تسلق الجبال، واحد جايب له حبل وهوب طالع الجبل، خطيره. طيب الرياضه التقليديه اللي هي الرياضات اللي احنا عارفينها من الاخر، الجماعيه من الاخر كده ما بيننا وما بين بعض، تقليديه زي كره القدم، الباسكت، المائيه. انا مش محتاج ان انا اقول لك ان الرياضه السبورنوتيك اللي هي الرياضه المائيه بتلعب في الميه. يعني انت انا مش عارف اقول ايه، المفروض الكلام ده تبقى عارفه وحافظه حبيبي، تمام؟ الرياضه عنيفه اللي هي بينتج عنها اصابات، واحد خبط التاني، ده بوكس، ده ملاكمه، ده مصارعه، يبقى اسمها عنيفه فيها ضرب وتكسير، تمام؟ الكلام ده والله انا مش محتاج ان انا اقوله اصلا، المفروض انت تبقى عارفه. تعالى بقى يا عزيزي، عزيزي الله يصلح حاله الدحيح ابن الناس المحترمه، اقسم بالله علمنا كتير. تعالى اقول لك كده يا عزيزي على الراجل بتاعنا المحترم الدحيح بيه اللي بنسمعه كلنا، بارك الله فيه والله يا سيدي. بص هنا هنحل بقى، هكتب لك فردوهات، هفكرك فردوهات اللي هي ديو دولار ودولار ابوستروف ديس. هو انا ده خط وحش ليه؟ طب نجرب تاني، ده فردو ولا انا اللي خط وحش؟ فردوهات، دو هات وبيتأثر، فردوهات وايه؟ يعني ايه بيتأثر؟ يعني في بادو، هي دي ابوستروف. الجوهات وهات ايو، الجو بتبقى او. اما براتيكي بياخد لولا ليه؟ تعالى يا باشا، تعال نشوف بس الملحوظه اللي هنا الاول كده مع بعض. بيقول لك فعل فير منعته زفت، والله حصل، والله العظيم فير بيتأثر. اي حد ماشي يروح حب لطشه اتأثر بالنفي. يعني ايه منعته زفت؟ بيتأثر بالنفي والكميه. يعني لو جه نفي او كميه بقى او كميه بتحط دي ودي ابوستروف. ولازم الفعل لازم هو اللي يكون منفي، لازم النفي يقع، ما بيتعلمش الا لما النفي يقع على دماغه. اما الاولاني يتنفى الثاني ملوش دعوه، هنفهم الكلام ده. الملحوظه الثانيه بيقول لك المهام المنزليه بتاخد ادوات. فير مع الاعمال المنزليه بياخد لولا ليه؟ فير مع بتاع ثانيه ثانوي، فير مع الاعمال المنزليه بياخد لولا ليه؟ يعني تقول فيلو لي يعدل السرير، فيلو لي، فير لا كويزين يطبخ، فير لافيسيل يغسل الاطباق. فير مع الاعمال المنزليه ما ينفعش تتجزأ. يعني واحد بيغسل طبق هيغسل حته ويسيب حته، واحد بيعدل السرير. البنت مثلا في البيت تقول انا بنام انا اختي على السرير، انا هعدل نص السرير واسيب نصه، مش منطق. فير مع الاعمال المنزليه لولا ليه؟ يغسل الطبق، الف ولام.
واحده تقول لي انا هطبخ، يعني انا هعمل العشاء او هطبخ، هل هتطبخ نص الطبخه وتسيب النص الثاني للزمن؟ مش منطق برضه. تمام. لما تيجي تقول انا هغسل اي حاجه، انا هغسل الطبق زي ما احنا قلنا، مش هتغسل حته في الطبق وتسيب نصه. يبقى فيرم على الاعمال المنزليه بتاخد لو لي ولا تتاثر. ادوات المعرفه لي زارتيكلي ديفيني اللي هي لو لي لا تتاثر لا بنفي ولا بكميه. انا بتكلم بسرعه بس مش مشكله، المفروض انت تفهم اصلا. طيب تعالى كده يا حبيبي بقى نشوف بيقول لك الجمله هنا، بيقول لك نو بريفيرون فير. ده انا عندي فعلين، عندي فعل الاولاني بريفيرون وعندي الثاني فير. الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني. الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني، عندي بريفير وفير، يبقى الفعل الاساسي هنا هو فير بفير. طب فير بياخد ايه؟ دهات. والله لو نسيت انا ممكن يحصل لي حاجه. فين بياخد دهات؟ هيبقى ديو دولار، هنا السكي مذكر فهناخد لها الدي. طيب بص يا حبيبي في الجمله الثانيه بيقول لك تي نو في با نقط فيسيل. فيسيل ده معناه طبق، طبق ده اعمال منزليه، واعمال منزليه بتاخد لولا ليه، وفير مش هيتاثر بالنفي هنا. فير مع الاعمال المنزليه والواجبات لا يتاثر بالنفي. اللي بعده عندي هنا بيقول لي عمر في بوكو، عندي فير بياخد دهات، وهنا كميه. كميه تحول اداه التجزئه في الكميه دو سيكليزم. فير بيتاثر بالنفي والكميه في با دو وبوكو دو، في بوكو دو عادي. كل ما يتاثر بالنفي يتاثر بالكميه. اللي بعده، السؤال اللي بعده يا شباب بص كده بيقول لك ليه جن معناه الناس نقط دولا ناتاسيو. انت عندك دولا، الله الدوات بتيجي مع فعل فير ليه جن جمع، يبقى نهايه الفعل يا او ان تي يا او ان تي هتبقى فون اف او ان تي. السؤال اللي بعده تعالى كده عشان الحته السمراء دي مش مشكله. تعالى شوف السؤال اللي بعده كده بيقول لك بول اي سون فرير، اللي هي بول واخوه، مفرد ولا جمع؟ جمع ببنات الفعل معايا ايه ان تي او ان تي اللي هي او ان تي هتبقى جو. طب ده هنا تصريفات افعال يا شباب. طب تعالى كده ببساطه بص كده، الجو ببنات الفعل معاها او او اس او اكس. التي ببنات الفعل يا او اس يا اس يا اكس. الايل والال المفرد ببنات الفيرب يا او يا تي يا دي. ده مهم جدا، ده مهم جدا 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 جدا. يا او يا تي يا دي اها، يا او يا تي يا دي. المفرد يا اي يا تي يا دي، والجمع الجمع يا اي ان تي يا او ان تي، اللي هي او ان تي او او ان تي. ده الجمع. المفرد مهم والجمع اهم. طيب تعالى كده تصريفات افعال هنبقى ناخدها كلها في حصه لوحدها، في محاضره لوحدها كده. بيقول لك هنا بول اي سون فرير نقط الا بيتونك هتبقى جو. اللي بعد هنا بيقول لك الا، هو ايه اللي بياخد اوقات يا ابني؟ اللي بياخد اوقات هو فيرب فير بياخد فيرب جوي هو اللي بياخد الاول الا. انا عندي هنا الا فهتبقى ايل جو، لان هنا مفرد يبقى نهايه الفيرب مع اللي بعد بيقول لك ايجو ايتوا، اي اسم زائد توا بيساوي فو، الفو ببنات الفيرب معاه او زد. او فولي بيقول لي تنجو با نوت اوكي. انا عندي هنا فيرب جو منفي، بس جوي لا يتاثر بالنفي، وبما ان هو ما بيتاثرش بالنفي فهناخد له الاو. يا جدعان الجو تاخد او هتبقى ايو. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك il ne sait pas jouer نقط بيانو. ده انا نسيت اقول لك الالات دهات، الالات دهات. ده أنا يا نهار الالات يا قوم الالات دهات. وفين بيتأثر يبقى في بدوش وفين ما يتأثرش. الآلات بتاخد دهات. أقول أطلع بره أقول للناس اللي بره الآلات دهات. هنا عندك هنا بيانو دي آلة موسيقية، والآلات دهات. فيرب جوي ما يتأثرش فياخد الدي. اللي بعد بيقول لي ils vont jouer، عندي فيرب جوي. الجو بتبقى او مع الألعاب. هنا بيقول لي فو فولي نقط او. انا عندي ايه؟ الاو جو، الاو
جو هتبقى جوي عشان عندي هنا مصدر. اللي بعده عندك جو تبقى او. اها الجو تبقى او والاو تبقى جو. يا حلاوه الفرنساوي. عندك هنا جو بوكو، بيقول لي توماس جو بوكو نقط باسكت. انا عندي هنا جو مش هتتاثرش بحاجه. فيرب جوي لا يتاثر لا بنفي ولا بكميه. بما ان هو مش هيتاثر بنفي والكميه جو هتبقى او، مفيش اي مشكله. اللي بعده الجمله اللي بعدها بيقول لك ال نوت او بادمنتون. بادمنتون انت عندك هنا مفرد يبقى نهايه الفيرب مع او هتبقى ترسيه. اللي بعده هنا بيقول لي نوز الو براتيكي نقط ناتاسيون السباحه. انا عندي هنا فعلين، فعل اول وفعل ثاني. انهي الفعل الثاني هو الفعل الاساسي للجمله، وفيرب براتيكي بياخد لو لا لي. ناتاسيون السباحه مؤنث فهناخد لها لا. اللي بعد بيقول لي جيم براتيكي نقط يوجا. انا عندي فعل ثاني الجمله والفعل الاساسي الفيرب براتيكي بياخد لو لا لي. اليوجا مذكر فتبقى لو، وهنا الاجراك هنا ساكن مش متحرك. اللي بعده الاون اللي هي الاو ان نوت بينج بونج. انا عندي هنا لو اللي بياخد اللو لوهات براتيك، لان الام بتساوي ال في الفعل بتوع اولى ثانوي. ام بتساوي ال في الفعل. اللي بعد بيقول لك تي كيل سبور تي. التي بيبقى ناتج الفيرب معاه اس. تي بيرفير الاو ان تي مع الجمع ودي مع المفرد وده مصدر مش هينفع. بيقول لك هنا براتيك فيرب براتيكي ما بيتاثرش. اللي بيتاثر بنفي هو فيرب فير، والفوتبول مذكر فوتبول هتبقى لو. ايميو بريفيريو ادونو ديتستي لو لالي. وعندك هنا الكاراتيه مبدوءه بالكا اللي هو هتبقى لو لان حرف الكي قلنا مذكر. اللي بعد بيقول لك ديتست بوكو ايميو بريفيريو ادونو ديتستي لو لالي ولا تتاثر بالنفي فهتبقى لو. جيم برضو عندك المي هياخد اللو والله واللي ولا يتاثر لا بنفي ولا بكميه فهتبقى لا بلانشافوال عشان مؤنث. اللي بعد بيقول لي اونيم نقط باتيناج. الاج مذكر يا ابني، الاج مذكر. ما عدا 3 4 كلمات بلاج وباج وكاج ومش عارف ايه. يبقى انا عندك هنا اج مذكر فنستخدم لها لو. الباتيناج اللي هو التزلج. هنا ايميو بريفيريو ادونو دي تستي بريفير يبقى لو لي رجل مذكر فهيبقى لو. حلو الكلام. انا بعمل ايش؟ الغي ده اطلع. بص كده معاه على السريع كده. بيقول لك تي جو نوت جولف. انت عندك هنا جو صح؟ الجو بتبقى انت هتنطق ولا لا؟ الجو او. الجو هتبقى او تبقى يو. عندك هنا بيقول لك احمد وعلي. احمد وعلي مفرد ولا جمع؟ جمع بنات الفيرب يا انتي يا اونتي هتبقى جو عشان عندي هنا او. الاو الجو او والاو جو. انا مش عارف اجيب لك اسهل من كده فين ولا القاعد نجيبها لك سهل. عندي لو لا ليه بتيجي مع فيرب براتيكي. براتيك ام تنفع؟ لا ده ام هي اللي هتنفع. ليه يا عم؟ لان انت عندك هنا احمد وعلي مفرد ولا جمع؟ احمد وعلي. احمد ايه علي جمع بنات الفيرب يا او انتي يا او انتي. اللي بعده الجو الجو بتبقى او فولي. فعل اللي قبل الناط واللي بياخد الاقربون اولى بالمعروف. اللي بعده عندي الم نقط دولار. الدهات فير بس انت عندك هنا آلة موسيقية تبقى جوي عادي جدا. بس هنا جوي مصدر. ليه مصدر؟ لان انا عندي فعل متصرف. فعل متصرف يبقى الفعل الثاني مصدر. بص ان شاء الله انا هبقى ميسي مصر الاول. ده اكيد. لا بجد. طيب كمل. الجمله اللي بعد كده بيقول لي جو نسي با جوي نوت بيانو. بيانو دي آلة موسيقية والآلات دهات فهتبقى دي عشان بيانو مذكر. وطبعا طب سلمى نغير لون القلم كده اما نشوف الالوان اللي هنا عامله ايه. الله على الجمال. حلو نكمل. بيقول لي تول موند كل العالم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد يا ميسيو. كل العالم مفرد ازاي اقول لك؟ انت عندك هو عالم واحد ولا عوالم؟ لا احنا عندنا عوالم كتير. عندي عالم الانس وعالم الجن وعالم مش عارف الحيوان. عندي عالم كتير يا عم. وهنا العالم هنا مفرد ايه ما فيهاش اس جنب. هو عالم واحد تمام. كل العالم مفرد يبقى انا عايز تصريف فيرب مع المفرد. الاو ان تي طبعا غلط. المصدر طبعا غلط فهتبقى ام جوي. عندي هنا اللي بعده بيقول لي تو ليجن. انا عندي هنا اس. كل الناس فيها اس الجمع.
اس اهي جمع اهي اس جمع، والجمع ببنات الفعل يا ان تي يا ان تي، فهتبقى عندي او ان تي. طب انا عندي او ان تي هنا وعندي او ان تي هنا، انهي فيهم اللي تنفع؟ لو جيت بصيت على براتيكي عايز لو لا ليه معرفه وانا ما عنديش معرفه. الجو هي اللي بتاخد الاو بس. انا عندي هنا تاني الجمله دي عشان مهمه، انا عندي عندي او فانا عايز جو، فدي مش ده تنفع بس ده مصدر. كل الناس هنا جمع بنات الفيرب يا او ان تي اللي هي اي ان تي يا او ان تي، فهتبقى او ان تي واستخدم جو. الكستيون اللي بعده بيقول لي لولي ايه موا، ده اي اسم زائد موا بيساوي ده اون. الام بتساوي ايه في الفعل؟ الام بتساوي ايه في الفعل؟ الام او ان بتساوي ايل ببنات الفيرب معايا او يا تي يا دي اي تي دي. طيب ام بتساوي ايه في الفعل؟ الفاء هنا في كوما، استنى كده اما اوري لك الكوما اهو. شو بعمل في هنا كوما، الكوما فصلت الجملتين عن بعض، فصلت في القاعده مش في المعنى. الكوما خلت اللي جاي بعدها ده الفاعل، الكوما خلت الأن هي اللي في بداية الجملة هي الفاعل، الكوما بتفصل، يبقى الأن هي الفاعل. الأن بتساوي إيه في الفعل، وإيه في الفعل يا إيه يا تي يا دي. طيب الأن اس مش معايا، وفت مع الفو مش معايا، وفي زو مش معايا، الأن بتساوي إيه في الفعل. وعندي هنا آلة موسيقية فهتاخد دوهات أيا يكن يعني. سوجو بيقول لي سوسبار هذه الرياضة سوجو تلعب بسلة. تمام. الكستيون اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي سوسبار هذه الرياضة نقط ألمان. سوسبار مفرد هنا، فهستخدم جو ولا براتيك ولا في ولا سوجو؟ لا سوجو، تتلعب. سوجو معناها تلعب، هنا معناها تلعب، انت اللي تلعب عايزه فاعل، وهنا معناها تمارس عايزه فاعل، وهنا فين يمارس عايز فاعل. اما سوجو دي هي تلعب او تمارس. انا بعد بيقول لك نقط دولا هو ايه اللي بياخد دوهات؟ اللي بياخد دوهات يا ابني، اللي بياخد دوهات فير دوهات، فهتبقى ديو دولار. انا عندي دي هتبقى في اهي الفي. اللي بعد بيقول لي نقط دولا، انا عندي دوهات يبقى في. بس هنا جيتار آلة موسيقية ممكن تمشي جو عادي، لان الالات بتاخد دوهات سواء مع فيرب فير سواء مع فيرب جوي. الاو ان اس ما بتجيش مع الاون، والاو ان اس ما بتجيش مع الاون، والفي ما بتجيش مع الاون. اللي بعد بيقول لي جو في نقط سكي، ده انا عندي هنا فعل ايه؟ في دي ودولار. ادوري نقط لا. الجو بتاخد الاو وانا ما عنديش او، وبراتيك بتاخد اللولا ليه؟ والله تمشي، بس هنا فعل متصرف جدار، فعل متصرف يبقى التاني مصدر، يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش عشان عايز مصدر. جدار فعل متصرف يبقى مصدر نهايته او ار هنا او اي ار او ار اي او اي ار، فعل متصرف يبقى التاني مصدر. اللي بعد بيقول لي جدار، هنا بيقول لي جدار الا بيتونك، هنا جدار ده هنا الا يبقى جهات وهات. هنا الا بيقول لي هذه ايه سي بارون، هذه ووالديه نقط ليكيتاسيون الفرنسيه. هذه ووالديه مفرد ولا جمع؟ جمع بنات الفعل يا ان تي يا ان تي، يبقى ده بره الحسبه خالص. عندي هنا الا ابوستروف، الجهات اوهات وانا ما عنديش اوهات، الفير دوهات وانا ما عنديش دوهات، هتبقى براتيك هي اللي بيجي معاها معرفه اللولا دي. حمدي يفضل فعل متصرف هنا اهو، فعل متصرف يبقى الثاني مصدر. طب الاربعه مصادر، انت عندك هنا لو فير دوهات وانا ما عنديش دوهات، جويت تاخد اوهات وانا ما عنديش اوهات. طب تعال نشوف المعنى. هقول حمدي يفضل بيحب الكرة ولا حمدي يفضل ممارسة الكرة؟ هتبقى ممارسة الكرة طبعا هي اللي هتنفع اللي هي براتيكي. كده احنا خلصنا يعتبر الدرس الاول، وده على الافعال، والافعال لها كده قراءة معانا. تعالى كده بقى حبيبي نشوف صفات الملكية عشان انا عايز اشرحها النهارده. ركز كده معايا، بص معايا كده.
الملكيه اسمها بوسيسيون. بوسيسيون يا نهار ابيض على الفرنساوي. ملكيه بوسيسيون حلوه. الملكيه بص، الملكيه عايزه مالك ثم مملوك. إيه؟ يا جدعان بندور على الملك. يعني واحد راح يشتري بيت دلوقتي، انا راح اشتري بيت، راح اشتري اي حاجه، اول حاجه هعملها بدور على المالك الاول. تعالى يا عم مالك الشيء، قول لي مواصفاته ايه. تمام، يبقى الملكيه خلاصتها كلها في ان انت تشتغل مع القاعده مالك ثم مملوك. ملك ومملوك فاعل. ده في مسلسل، في فيلم كان طلع اسمه الظالم والمظلوم. المالك والمملوك، الفاعل والمفعول. طيب يبقى انا عندي بحدد مين الاول؟ قول معايا كده يا ابني، بحدد مين؟ المالك ثم الفاعل ثم المفعول. قلت تاني كده، بنحدد مين الاول؟ الفاعل جدع او المالك، الاثنين عادي. المالك ده بتاع الشيء. يا المالك ده شخص، المالك عاقل. يا جو اللي هي انا، يا تي اللي هي انت، يا ايه اللي هي ال، وهنكتب جنبها مفرد. جو تي ايل ال، يا هو يا هي، زي اسم مفرد. ما تنساش المفرد بالله عليك. الايل والال اسم مفرد. تمام. تاني كده، انت سامع انا بقول ايه؟ المفرد مفرد اهو. الملك ده يا اما يكون انا، يا اما يكون انت، يا اما هو هي، اسم مفرد. ينو معناها نحن، يبو معناها انتم، يا ايل وايلا بك اس، او اسم جمع اسمها ايل بلوريال، بس احنا بنقول اس بس عشان الناس تفهم. بس هي اسمها ايل بلوريال، وعارفين الكلام ده كويس. ماشي. طيب يا جو تي ايل ال نوفو ايل ال. البوزيسيون ملكيه سيون مع جو. لو الملك انا، لو الملك جو انا، مو ما مي، يا حلاوه. لو الملك جو اللي هو انا، مو ما مي، بننطق الان عشان الناس ما تنساهاش. نقول مون مامي تونتاتي سونساسي، اسمها مو مامي. طب لو الملك تي انت، يبقى تونتاتي. لو الملك ال وال هو اسم مفرد سونساسي، يبقى مون مامي تونتاتي سونساسي. تاني، مون مامي تونتاتي سونساس. والحلوه مون مامي تونتاتي سونساسي مع النو بالنون. نوتر نو، notre nous, votre vous, l'air avec S. لو الملك انا، مون مامي تي تونت بالتي تونتاتي بالتي. ils sont censés notre nous, votre vous, l'air avec S. طيب امتى بقى استخدم المو؟ لما يكون بحدد الملك الاول. لو انا يعني بستخدم مو ما مي. لو الملك اسم مفرد بستخدم المو. مفرد مذكر، مفرد مؤنث ما، جمع تبقى مي. طول للمذكر، طال للمؤنث، تي للجمع. صون للمذكر، صال للمؤنث، سي للجمع. النطر للمذكر والمؤنث، والنو للجمع. اللي فيها اس للجمع واللي فيها ان للمذكر. وخلي بالك، خلي بالك، بنستخدم المون والتون والصون وبنطق الان تاني للمذكر المؤنث المبدوء بمتحرك. يكون عندك متحرك، لما يكون في متحرك بعد النقط خد اللي فيها ان. لما يكون عندك متحرك بعد النقط خد اللي فيها ان. يمن بنطق الان اهو، يمن يتن يصن امام المفرد المبدوء بحرف متحرك. والنطر والفطر ينفع عادي، واللير تنفع. ما ينفعش تاخد الما والطا والصا وبعدهم متحرك، لا، يمن يتن يصن. يبقى بستخدم المون والتون والصن امام المفرد المبدوء بحرف متحرك. المون والتون والصن للمذكر والمؤنث المبدوء بحرف متحرك. تمام. صفة الملكية كده معاه خلصانة وهنحل عليها دلوقتي. انت متخيل؟ يعني صفة الملكية كلها بتحدد فيها المالك الأول ثم المملوك. تعال نشوف الحل على الكلام ده، بس قبل ما نحل هتعبر عن الملكية بإيه تاني؟ بإيه؟ يكون إيه ده؟ سوسيلون أو سوكريون، هذا القلم يكون إلي، دي ملكية. إيه أطوا يكون إليك. إيه ألوي يكون إليه.
ال يكون إليها وهكذا. بيقول لك سو بونتالون، هذا البنطلون اي اموا، ده البنطلون ده بتاعنا. طيب يبقى بعبر عن الملكيه، خلي بالك اتر يكون، وممكن اجيب بعدها اسم شخص، يكون الى علي، يكون الى محمد، يكون الى محمود، وهكذا. اتر يكون الى، بعبر بقى عن الملكيه ما تنساهاش، اتر يكون الى شخص، سواء بقى ضمير توكيد سواء شخص، الاثنين اكسبتابل، الاثنين مقبولين. اللي بعد كده الدو. لا ده الدو دي عايزه فين الدو معناها بتاع. ايوه زي ما سمعت كده، الدو معناها ايه؟ بتاع. يجي قبلها اسم وبعدها اسم، يبقى كده عبرت عن الملكيه. افهمك، لو انا جيت قلت لك لو ساك الشنطه دو منى، ترجم يا حبيبي. الشنطه بتاع منى، ملكيه. انا كده نسبت الشنطه لمنى. الدو معناها بتاع، يجي قبلها اسم بعدها اسم تعبر عن الملكيه. تعال اديك اكزامبل تاني. مثلا لو ستيلو القلم دو محمد، القلم بتاع محمد. عادي، ايه المشكله؟ تمام. يبقى الدو معناها بتاع، يجي قبلها اسم وبعدها اسم، ده لما يكون اسم شخص. طب لما يكون اسم عام زي الاستاذ والتلميذ والطالب تستخدم بعدها الدو تضغم، تبقى دي ودولا ودولا وصف ودي اس. يعني تقول مثلا لو ستيلو القلم، مثلا دي جارسون القلم بتاع الولد. هنا استخدمت مدغم، اداه مدغمه. ليه؟ لان الولد ده اسم عام، يبقى اسم الشخص ياخد دو بس، دو بس او بس. اما الاسماء العامه زي تلميذ وطالب ومدرسه ومكان ومش عارف ايه ياخد مدغم. مدغم اللي هو او الا لا بص في اكس، مدغم الدو اللي هي دي ودولا ودولا بص في دي اس. يبقى الدو معناها بتاع، قبلها اسم وبعدها اسم. تعبر عن الملكيه. قلنا اللمه الثانيه باتر يكون إلى، يكون إلى، والآ دي مدغمة تبقى إيه يو الله لو اسم عام، ولو اسم شخص يبقى ضمير توكيد. طيب القاعدة اللي بعد كده معايا، بصوا من القواعد المهمة جدا 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 جدا، مهمة جدا، لأن احنا خدناها في ثانية ثانوي، تمام، ودلوقتي خدناها في ثالثة ثانوي. ما كانتش زمن، كانت صيغة. صيغة الأمر، الأمر اللي هو كان اسمه لامبيراتيف. لامبيراتيف الأمر. لما أجي أقول لواحد ذاكر تقديرها أنت، طب ذاكروا تقديرها أنتم، طب نذاكر تقديرها نحن. لما تيجي والدتك في البيت تيجي تصحيك تقول لك انت اصحى ولا بتقول لك اصحى؟ تقول لك اصحى، تمام. لما الحاج في البيت يجي يقول لك قوم يا ابني ذاكر، اقول لك قوم ولا انت قوم؟ بيقول لك قوم على طول. جمله الامر تبدا بفعل. يقول لك ذاكر، نام بدري، بدات بالفعل. انت معايا يا زوز؟ نام بدري، نام دي اللي هو انت تقديرها انت. استيقظوا مبكرا، استيقظوا ده تقديرها انتم. يبقى الامر ده اهو، الامر ده هو فعل في اول الجمله. لما جيت قلت لك ذاكر انت، ذاكروا انتم، طب نذاكر نحن الاقتراع. ما ينفعش حد مش موجود معايا اقول له يعني مثلا وليكن الواد جو مش معايا، ينفع اقول له ذاكر؟ ده هو مش معايا اصلا. اما لما يبقى قدامي ذاكر تقديرها انت، ذاكروا تقديرها انتم. يبقى الامر هو فعل في اول الجمله. ده حتى علماء اللغه لما جم عرفوا الامر قال لك الامر ده مضارع من غير فاعل. انت متخيل؟ مضارع من غير فاعل. طيب قاعده الامر مشروحه بطريقه، بس انا هشرحها لك بطريقه ثانيه، يعني ايه ما بيننا وما بين بعض كده. جمله الامر تبدا بفعل، بعد كومه، علامة تعجب، نقطتين فوق بعض، علامتين تنصيص. والله لو جاب لك طوبة مش طوبة من الشارع وحطها لك طوبة اهو، وهيبدأ بعدها جملة بفعل، يبقى فعل أمر. جملة الأمر بتبدأ بفعل
جملة الأمر يا قوم، الجملة الأمرية بتبدأ بفعل، بتبدأ بفعل بعد كوما أو علامة تعجب أو نقطتهم في بعض اللي هم فعل في أول الجملة يبقى فعل أمر. طيب الأمر زي ما أنا قلت لك بيتصرف مع كام ضمير يا حموك شجيل؟ بيتصرف مع ثلاث ضمائر. إيه هم؟ قال لك الأمر بيتصرف مع التي والفو والنو. ما تنساش ذاكر، ذاكر يا أنت يا ذاكروا أنتم يا نذاكر نحن. يبقى الأمر بيتصرف مع ده. حتى يا أخي باللغة العامية بتقول لك بتاعتنا الأمر لله وحده. ده كم كلمة؟ 3. الأمر لله وحده. كم كلمة يا ابني؟ كم كلمة يا سيادة المشاهد؟ 3. الأمر لله وحده 3 كلمات. يبقى الأمر بيتصرف مع التي والفو والنو. امر بيتصرف مع التي والفو ليه والنو. طيب انا هحدد، سيبك بقى، انا بص انا ممكن اشرح لك القاعده. صرف الفعل في المضارع نهايته اي اس مجموعه اولى وشيل الاس، والمجموعه الثانيه بتسيب الاس، والثالثه بتسيب الاس، وفي افعال مجموعه اولى تصرف زي الافعال المجموعه الثانيه وليله. انا ممكن اقول لك كده، انا ممكن اشرح لك كده عادي، بس انت عشان مهم عندي وعشان انا بحبك وعشان انت حته تقيله في البلد مش هشرح لك كده. اسمع مني وما ترجعش ورايا. الامر يا انت يا انتم يا نحن. لو انا جيت قلت لك ذاكر تقديرها انت، ذاكر تقديرها انتم، نذاكر تقديرها نحن، قيس عليها اي فعل. طيب الامر لو مع انت، طب بقول لك حاجه قبل ما اقول لك الامر مع انت اقول لك حاجه تانية. طب هحدد ازاي اذا كان الامر مع انت ولا انتم ولا نحن؟ هحدد الامر، هحدد الضمير ازاي اذا كان انت ولا انتم ولا نحن؟ اقول لك يا سيدي، اول حاجه المنادى. يعني ايه منادى؟ يعني جايب لك علي وحاطط لك كوما. احنا لسه متفقين الكوما بيجي بعدها فعل امر. الكوما بيجي بعدها فعل ايه؟ امر. الكوما بعدها امر. واحد نادى على واحد يقول له يا علي، هيقول له انت ولا انتم؟ انت. علي، علي انت ولا انتم؟ انت. يا زوز انت ولا انتم؟ انت. يا احمد، في ناس بتقول احمد، في ناس بتقول احمد. انت ولا انتم؟ انت. يبقى اسمي مفرد، المنادى مفرد انت. امر مع التي يا اس يا ايه. الله، ايه الكلام ده بقى؟ اسمع منه وهتفهم. امر مع التي يا اس يا ايه، اللي هي الاو بالفرنساوي او. امر مع التي اس يا اي. جه قال لك ايه؟ واحد نادى على واحده بيقول لها امونة، امونة انت ولا انتم؟ انت. امر مع التي منى هتقول لها انتم ازاي؟ يالا استغفر، اسف، منى هتقول لها ازاي انتم يا حماقشه؟ منى هتقول لها انت. امر مع التي يا اس يا اي. امر مع التي اس يا اي. لا احنا مش هنغني. امر مع التي يا اس يا اي. امر مع التي يا اس يا اي يا اي. اي اس ما تنفعش جنب بعضها كده، اخصى عليك عيب ما تختارهاش. امر مع تي اس ايه؟ اي اس مع بعضها تنفع؟ لا جامي ما تنفعش. والامر مع التي اس ايه وفا في ايه بس. الفي اي اس ما بتنفعش الا لما يكون جاي بعدها اون واجراك. الناس الشاطره هي اللي فاهمه الكلام ده. امرت مع تي ايه يا اس يا ايه. الاي اس ما بتنفعش لما يكون بعدها جاي بعدها برضه اون واجراك عادي. سيبنا من الكلام ده. امر مع تي اس يا ايه. اي اس ما تنفعش والفي اي اس ما تنفعش. يا اس يا ايه وفا. اس يا اي وفا. اس يا اي. امر مع التي اس يا اي وايه وفا في ايه بس. الامر مع الفو بيبقى نهايته او زد وفير فت ودير ديت. امر مع الفو نهايته اي زد وفير فت نهايتها اي اس ودير ديت نهايتها اي اس. اها. امر مع الفو نهايته او زد وفير فت ودير ديت. الامر مع النو بيبقى او ان اس للاقتراح. الامر مع النو بيبقى نهايته يبقى امر مع تي اس ايه وفا. اس ايه وايه
وفا. الامر مع الفو بيبقى نهايته او زد وفير فيت ودير ديت. الامر مع النو بيبقى نهايته او ان اس للاقتراح. طيب بص يا سيدي، هنا قلت لك المنادى علي انت يا اس يا اي، منى انت يا اس يا اي. طب وانت ماشي في الجمله كده اجايب لك ده كده مع التي هنا اهو، امر مع تي، جايب لك تون طا او تي، جايب لك تون طا تي. انا بنطق الان بس عشان الناس ما تنساش، تون طا تي. لما يجيب لك تون وطا وتي هتصرف مع التي ولا مع الفو؟ مع التي، ده فيها تي يا جدع ولا امر مع التي. امر في هنا تي وهنا تي ما لسه ايه وفا. طيب جايب لك مثلا سيل تو بلي، سيل تو يا تو امر مع التي يا اس يا اي وفا. طيب الامر هنا يبقى منادى في مفرد يبقى انت، سيلفو بلي وسيلتو بلي وتونطا تي. طيب الامر بقى لو طب بص يا جو، ميزامي كوما، الكوما بيجي بعدها امر، الكوما يجي بعدها ايه؟ امر. في فاصل في حاجه، يعني في حاجه جت في النص كده بعد يبقى ده منادى. في كوما علامه تعجب نقطتين فوق بعض يبقى ده امر يا تي يا انت يا انتم يا نحن، مع ثلاثه بس. امر مع التي يا اس يا اي وفا. الاي اس ما بتنفعش الا في حالتين والفا ما بتنفعش الا في حالتين، سيبك منهم دلوقتي. الامر مع الفو نهايته او زد وفير فيت. طيب تعال نبص كده، اصدقائي في كوما، كوما بيجي بعدها فعل ايه؟ امر. اصدقائي انت، لما اجي يا اصدقائي انت ولا انتم؟ انتم. ينفع اقول اصدقائي انت؟ تبقى استغفر الله، اصدقائي انتم يبقى امر مع الفو، انتم فو يبقى نهايه الفعل او زد مثلا، او او اس فير فيت. روجاردي، بصوا تمام. يبقى الامر مع التي اس اي وفا، والامر مع الفو بيبقى نهايته اي زد وفير فيت، والامر مع النو بيبقى نهايته او ان اس للاقتراح. هنحل على الكلام ده دلوقتي وهنفهم. بص كده يا حموك شجيل، يا اس اي وفا مع التي، الفو او زد وفير فيت ودير ديت، وامر مع النو بيبقى نهايته او ان اس للاقتراح. اللي انا عايز اقوله لك برضو، بص في حاجه اسمها الفعل ذو ضميرين اللي هو بيبقى فيه سو، اللي هو الفيرب برونومينو، فعل ذو ضميرين زي سو ليفي وسو بروميني وسو كوشي. والنبي حاول تفهمها كده معايا عشان تجيلك في الامتحان السنه دي، وان ما حلتهاش هتبقى شرطك بيضه. بص، علي كوما نقط، تو ليف توا، ليف توا. بص كده يا حبيبي، دي هنا ايه؟ صح، كوما ده يبقى ايه؟ امر. علي انت ولا انتم؟ انت. امر مع التي يا اس يا اي، الاثنين توجذر ما تنفعش، الاثنين مع بعض ما ينفعوش. اي اس ما تنفعش، غلط. الاي اس ما بتجيش في الامر الا في حالتين مش مهمين دلوقتي، امر مع التي اس اي. دي نهايتها ايه؟ ركز بقى وحات ابوك، دي نهايتها ايه ودي نهايتها ايه؟ طب امر مع التي اس اي دي فيها ايه ودي فيها ايه؟ بص، الامر حاجه من اتنين، يا مثبت يا منفي. الامر يا مثبت يا ايه؟ يا منفي. منفي يعني في نو في الجمله وبا، ده اسمه نفي، نو با، في نو في الجمله، دي اسمها منفي. الامر المثبت بستخدم توا وفو ونو بعد الفعل، مثبت بعد الفعل توا وفو ونو. اما الامر المنفي بستخدم التو والفو والنو لما يكون في نو نفي هنا اهي، نو با قبل الفعل، مثبت بعد الفعل ومنفي قبل الفعل. مثبت هفهمك، مثبت بعد الفعل ومنفي قبل، مثبت بعد الفعل ومنفي قبل الفعل، مثبت بعد الفعل ومنفي جدع ومنفي قبل الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده يا زوز معايا، في كوما
التو اللي هي التي ده اهي، واختها الفو، واختها النو. النقط هنا اهي، بص ركز بس كده وانت كمان ركز. التو ما ينفعش تيجي بعد الكومه، ليه؟ بتتكسر. لو النقط موجوده ما ينفعش تستخدم بعدها تو، ليه يا عم؟ تتكسف. فتروح عامله ايه؟ فتروح قال لك لا انا مكسوفه، وتمشي تروح بعد الفعل طوا، تستخبى ورا الفعل. لا بص هنا كومه، في هنا نفي، لا مفيش هنا حاجه، فالتو تتكسف منها، اروح محولها بعد الفعل لطوا. يبقى التو تتكسف بتيجي بعد فين؟ بتتكسف تيجي بعد الكومه هي واخواتها التو والفو والنو، تروح مستخبيه تروح متحوله بعد الفعل لطوا وفو ونو. طب نفس الجمله، بص علي وحط لي كومه وادي النقط، وحط لي نهو نو. استنى ما نمسح ده اهي وهكتبها انا بشكل احسن. امسح. اها يا سلام يا سلام يا سلام سل. هو انا بعمل ايه؟ ماشي. هنا كنا قلنا منفي قبل الفعل تو. بص يا سيدي، بص التو هتتكسف من الكومه، فنروح معموله فين؟ بعد الفعل عشان بتتكسف من الكومه. طب انا لو جيت قلت علي والنبي ركز، نو نقط با، الله، ده انا عندي الكومه جه بعدها نو نفي، فالتو مش هتتكسف منها، تيجي قبل الفعل عادي. ال اي بي ل. تاني الامر هنا اهو الكومه جه بعدها اداه نفي، فالنو هتيجي في الاول مش هتتكسف. ليه؟ لان في فاصل ما بينهم. طبعا القواعد بتتكسف وما بتتكسفش ده عشان افهمك، اما ليها اصل في القاعده عشان التو مقطع صوت ضعيف، فما ينفعش ابدا بيه الجمله وهو اصلا مفعول. تمام؟ ما ينفعش ابدا الزق المفعول في اول الجمله، والله عيب، ما ينفعش. طيب تاني كده، تاني بص حتى بص الحركه دي. بص نقول تاني مثبت عشان هنحل، احنا خلصنا اصلا الامر. المثبت بعد الفعل توا وفو ونو. تعال ناخد اكزامبل، يعني حط الفعل وحط بعده توا. تعال ناخد اكزامبل، يقول لك مثلا جو ايه؟ الامر ما فيهوش جو. بص يا سيدي، بيقول لك مثلا منى نقط تو برومين، ولا تو برومين، ولا برومين توا. خلينا متفقين ان الكومه بيجي بعدها فعل امر. الكومه بيجي بعدها فعل ايه؟ امر. منى انت ولا انتم؟ انت. امر مع التي يا اس يا اي، الاي اس ما تنفعش، يا دي. طيب هنا الكومه اهي جاي بعدها مثبت ولا منفي؟ مثبت، مفيش حاجه، مثبت. طب انا هسالك سؤال والنبي وانت كمان، هي التو ينفع تيجي بعد الكومه؟ لا تتكسف. التو ينفع تيجي بعد الكومه يا زوز؟ لا، بتعمل ايه؟ تتكسف، تروح مستخبيه بعد الفعل طوا. امر مثبت بعد الفعل طوا وفو نو. طيب نفس الجمله اهي، نفس هي منى، انا قلت لك مثبت بعد الفعل طوا وفو نو. طب المنفي، منفي قبل الفعل، قبل الفعل طوا وفو. قبل الفعل، لا قبل الفعل يبقى تو بقى. استنى كده اجرب حاجه. لا ما جاتش. منفي قبل الفعل، قبل الفعل ازاي؟ هتبقى تو وفو ونو. لما يكون في نو اداه نفي، نو با، تعدي الجمله. نفس منى، هي نفس الشخص، كوما جاي بعدها فعل امر، نو نقط با. هسالك سؤال، الامر هنا مثبت ولا منفي؟ منفي. اللي عرف ان هو في نفي، في نو، في با. منفي قبل الفعل تو. هو انا لما احط هنا التو هنا مثلا تو برومين، هي التو هنا هتتكسف من حاجه؟ لا. ليه مش هتتكسف؟ لان في نو، في نو نفي اهو، دي نفي، ففي حاجه جت ما بينهم. زي بالظبط الواحده وهي مخطوبه المفروض يعني وهي جنب قاعده مع خطيبها، في حد قاعد في النص، ما ينفعش يبقوا لازقين في بعض.
عيب حرام اصلا، مش عيب لا حرام، لازم يجي حد قاعد في النص ما بينهم. تمام. فادام في نو في الجمله، نو نفي يبقى قبل عادي. ادام في حد في النص يبقى استخدم التو والفو والنو عادي قبل الفعل. يبقى مثبت بعد الفعل توا وفو ونو، ومنفي قبل الفعل تو وفو ونو. تعالى بقى يا باشا، خش يا باشا معايا على رأي اللي قال، هو أنا بعمل إيه؟ على رأي اللي قال خش هتجيبك. ربنا يستر وتجيبنا كلنا. يا قوم فلتنصتوا اسمعوا وعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كومة. لا ثواني، هو القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كومة. كومة ده يبقى أمر. سامي أنت ولا أنت؟ لما واحد بينادى على بيقول له يا سامي، ماشي أنت سامي ده أنت ولا أنتم؟ أنت. يبقى أمر مع تي، أمر مع تي يا اس يا اي. الاي اس ما تنفعش والفي اس ما تنفعش. أمر مع تي يا اس يا اي. دي نهايتها اس أو اي؟ لا. دي نهايتها اس أو اي؟ لا. دي نهايتها اس أو اي؟ نو. هتبقى دي ترسية. نهايتها ايه؟ بيقولوا رامي رانج تي فورنتير سكولير، لا يرتب أدواتك المدرسية. في كومة عمو سامي. سامي هقول له انت ولا انتم؟ انت. يبقى امر مع التي يا اس اي. طب ده مثبت ولا منفي؟ اجو يا جو يا زوز، الناس حبايبنا كلها، احمد حسام، اماني. في كومة يبقى ده امر مع التي يا اس اي، وهتبقى طوا بعد الفعل. طوا جانا. في كومة يا جانا، في كومة هنا اهو، يبقى ده امر مثبت. ده امر مع التي الاول يا اس يا اي، يبقى الاي ار ما تنفعش. طب مثبت ولا منفي؟ مثبت، مفيش نفي. مثبت بعد الفعل يا جانا، مثبت بعد الفعل ومنفي قبل الفعل. طيب نقط في اول الجمله يبقى ده فعل، ده فعل امر. ما تقوليش فعل امر. فعل امر هنا امشي في الجمله قبلك فو، قابلني فو، يبقى امر مع الفو، والفو بيبقى نهايتها او زد. دون موا دي جي، ادينا عصير سيلفو بلاي من فضلك، سيلفو بلاي. سلام. بص هنا بيقول لك الام بتقول لابنها سون فيس. ايوه اسمها فيس، ابن في الفرنساوي اسمه فيس. ابن في الفرنساوي اسمه فيس، ومنطق الاس كمان اسمه فيس، وبيمشي مفرد ويمشي جمع. والله بيمشي مفرد. والله عايز اضحك بس ماشي. ان الفرنساوي اسمه فيس، والاسم من اصلها بتمشي مفرد وبتمشي جمع. حلو. طيب هنا انا كمسيو بسالك سؤال، مش في هنا علامتين تعجب وعلامتين تنصيص؟ يعني المفروض انهم بيبقوا مالين عينك كده. ده امر. الام بتقول لابنها انت ولا انتم؟ يعني والدتك هتقول لك انت ولا انتم؟ انت. يبقى امر مع التي يا اس يا اي، يبقى ليه ان تي ما تنفعش والاخر ما تنفعش يا اس. طب في دي اخرها ايه وده اخرها ايه؟ مثبت ولا ده منفي؟ منفي قبل الفعل مش هتتكسف. طب لو مثبت بعد الفعل عشان بتتكسف. طيب بص كده، الام بتقول لاولادها. ما هي كلمه فيس بس قبلها سي جمع، الاداه جمع فهنا جمع. الام بتقول لاولادها انت ولا انتم؟ ما تنطق يا ابني. انت ولا انتم يا ابني؟ انتم. يبقى امر مع الفو نهايته اي زد اللي هي او زد. امر مع الفو نهايته او زد، وده امر منفي فهيبقى الفو قبل الفعل. كوما يبقى امر مع تي يا اس اي ادي. طب الاخيره فيها ايه؟ لا الاخيره مصدر، مصدر نهايته ايه؟ او مش هينفع. اللي بعده هنا بيقول لك نو نقط ليذ. الفعل هنا متصرف نهايته او. اللي بيبقى نهايته ايه ده بيبقى مع الايه؟ اللي بيبقى نهايته ايه ده مع ايه؟ مع التي. مع التي هتبقى تو. اللي بعد بيقول لك نو نقط باطر، بيقول لك مون بوتي. يا نهار ابيض على الفرنساوي. بيقول لك مون بوتي. مون بوتي دي معناها صغيري، لا طفل صغير. انت متخيل واحده بتقول لابنها مون بوتي؟
يبقى ده امر هنا مع التي قبل الفعل هتبقى تو، قبل الفعل موتو، بعد الفعل موتوا. بيقول لك لا مير دي سيز انفون، الام بتقول لاطفالها، جمع هنا جمع بس، هتقول لهم انت الام بتقول لاطفالها ان شاء الله كتير، انت ولا انتم؟ انتم، يبقى امر مع الفو نهايه او زد. شفت بقى عشان القاعده بتاعتنا صح، واحنا ان شاء الله ما فيش الا فعل واحد بس هو اللي بيبقى بختار له اي اس وتبقى من اصلها الاي. المهم ده سوا سويو سويي ده فيرب اتر في الامر شاذ بتحفظ. الام بتقول لاطفالها سويي جونتي، جونتي كونوا مؤدبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم كما يبقى امر مع التي بيير انت ولا انتم؟ بيير انت ولا انتم؟ مفرد يبقى انت ولا انتم؟ انت. امر مع تي اس دي هي ده اخرها ار او اللي هي ار اي مصدر، ما بختارش مصادر عيب. ده اخرها او ان اس ماليش علاقه، اللي هو ان اس دي مع النو، والاو اس دي فيرفت مع الفو. في كوما اطفالي، ثواني بس بقى، ثواني بعد اذنك. اطفالي انت ولا انتم؟ انتم يبقى امر مع الفو يبقى نهايه او زد. طب ما فيش او زد، اخص. دايما ناسين النو، دايما النو ديت مهضوم حقها للاقتراح. بص امر مع الفو نهايه او زد. طب انا ما عنديش او زد، الاو ان تي دي مش من نهايات الامر، والفا دي اي اس ما بتنفعش في الامر الا بشرط لما يكون جاي بعدها اون وايجريك، ما يجيش بعدها اون اصلا، بيجي بعدها ايجريك على طول. وهنا في كوما يبقى ده امر. اطفالي هقول لهم انت، لا يبقى الفا مش نافعه، هتبقى دي. قالوا ازاي؟ هقول لك اطفالي، بص نذهب الى السينما، نذهب الى السينما، تقديرها ايه نذهب الى السينما؟ تقديرها احنا نروح السينما، ده الاقتراح. ميدو شايفين الاسماء؟ ميدو هنا اهو. قال انت ولا انتم؟ لا انت ولا حضرتك ولا نيله. امر مع التي اس ايه؟ هتبقى اوبلي نوبلي با تركت. ما ننساش مضربك فيكم يبقى امر. مون بوتي صغيري انت ولا انتم؟ انت. امر مع التي اس ايه؟ الاو زد مش معانا والاو ان تي مش معانا والاو اس الاي اس ما تنفعش في الامر، هتبقى امر مع التي يا اس يا اي اللي هي الاو. اللي بعدها بيقول لي اميره يا أميرة الساعة 8. أنت ولا أنتم؟ أنت. أمر مع التي اس يا إي اس ما تنفعش. والآر ما تنفعش المصدر، يا إي هنا يا إي هنا. طب ده مثبت بعد الفعل طوا، مثبت بعد الفعل طوا وفون. فيكم يبقى أمر محمد أنت ولا أنتم؟ هي مدام. يا نهار أبيض، محمد مين؟ مدام وميسيو. مدام وميسيو. المدام والميسيو احترام. لما تيجي تقول، لما تشوف الميسيو بتاعك ولا تشوف مدام حد كبير تقول له حضرتك وحضرتك، ما ينفعش تبقى وتقول له انت، عيب. مدام وميسيو الناس اللي اكبر مننا بنقول حضرتك، ما ينفعش اقول انت. ينفع تقابلني تقول لي انت، تبقى انت واد عيل. استغفر الله مش عايز اغلط. مدام وميسيو احترام يبقى امر مع الفو نهايه او زد. طيب في كوما يبقى امر. كوما يبقى بيقول لك عشان توصل في الموعد بور اريفي ا لير نقط طا يبقى مع التي ولا مع الفو؟ بذمتك طا يبقى مع التي ولا مع الفو؟ امر مع التي اس ايه؟ دي مش معايا، دي اس مش معايا، ادي اس ايه. بيقول لك برون تا فواتير، خد عربيتك يا عم، ما تاخدش عربيتي انا. امشي في الجمله، ده نقط في اول الجمله يبقى ده امر، النقط في اول الجمله ده يبقى زوز، يبقى ده ايه؟ امر. وانا ماشي في الجمله قابلني تو يبقى دي مع التي ولا مع الفو؟ تو يبقى مع التي ولا مع الفو؟ تو تي يبقى امر مع التي يا اس يا ايه. يعني الاي اس ما تنفعش والاو زد ما تنفعش، يبقى انا عندي اتنين، يا في يا مي. هقول له مي ضع سريرك من فضلك ولا اعدل سريرك؟ اعدل. فير فيرب فير مع الاعمال المنزليه والواجبات بياخد اللي والله واللي. في كوما امر مع تي. لارا انت امر مع تي يا اس ايه ومثبت بعد الفعل، هتبقى دي. ليه؟ بغصي مش معاه، ولارا ما هياش جمع ولا احترام، وديت مش في الامر اصلا. كش بعد الفعل مواوطة
بيقول له علي نام بدري. نام انت يا حبيبي طواء. يوسف نو نقط. حلو السؤال. يوسف انت ولا انتم؟ انت امر مع التي اس اي فهتبقى لونس. والى هذا القدر نكتفي. ساسو في اوجوردي. احنا النهارده شرحنا الدرس الاول، دخلنا في الدرس الثاني اتكلمنا عن الملكيه واتكلمنا في الامر. فاضل لنا بس الضمائر الشخصيه وقاعده سي في الوحده الاولى عشان بس ما نطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. انا كنت مبسوط جدا بصراحه ان انا كنت بشرح معاكم النهارده. انفعلت شويه واتحمست شويه بس لمصلحتكم. جدعانه يا شباب وذاكروا وكده عارفين انتوا دي عشان اليومين الجايين محتاجينها دي، فاهم؟ اتمنى اكون افدتكم النهارده وقدر المستطاع. والله انا بحبكم كلكم في الله، ربنا يوفقكم كلكم ويصلح حالكم. مستنيين منكم بقى ايه لو استفدت شير هتخسر ايه يعني؟ شيرها لو استفدت عشان غيرك يستفيد. وان شاء الله باذن الله نشوفكم لو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله الوحده الثانيه مع الحاجات الصغيره بتاع الوحده الاولى هنقولها ان شاء الله. ولكم منا كل التحيه زي بتوع التلفزيون. ويلا اوغوفوار، السلام عليكم.